ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. هنعمل العيش باسهل طريقه، العيش البلدي اللي هو بالرده، من غير ولا رح ولا تعب ولا اي حاجه. وشايفين العيش قابب ازاي؟ خليكم من اول رغيف تعملوا لاخر رغيف يطلع قابب وجميل. يتعمل سندوتشات، يتعمل اي حاجه، هينفع معاكي في كل حاجه، ونضيف وبيتي وحاجه جميله يعني بصوا، يعني صدقوني من اول رغيف هتعملوا لاخر رغيف هيبقى قابب معاكم وجميل. بصوا الرغيف عامل ازاي، وكله على ده الحال، وايه وهو كيلو دقيق هيعمل لك كميه حلوه جدا. يعني بصوا بيتطبق وهو لسه طازه، اهو طالع من الفرن، حتى لسه البخار بتاعه طالع. يعني من اول ما يطلع من الفرن وهو هيبقى طري معاك، وهتعملوا فيه اللي انتوا عاوزينه. كملوا معايا الفيديو للاخر، وانتوا هتستفادوا منه جدا وهتشتروه معلش، وهتعملوه في البيت بأسهل طريقة، وتأكلوه لولادكم. يعني صدقوني أحسن من بره 100 مرة. والعيش كده ليه قلب، يعني ليه لبة، حلو وبيشبع. صدقوني واقتصادي جدا جدا، وهتعملوه على عين البوتاجاز. احنا مش هنحتاج غير عين البوتاجاز والشوايه بس. يعني حتى مش هنحتاج انا عارفه ان في بوتاجازات ما بنشغلش فرن وشوايه، مش هتحتاجي تشغلي فرن وشوايه. ايوه، عين البوتاجاز والشوايه بس. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا حطيت معايا ميه دافيه. انا هقول لكم في الاخر انا استخدمت كام مج. انا حطيت الاول مج ميه دافيه، حطيت عليها كيس خميره فوريه، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره ملح. بدوب طبعا الخميره والسكر والملح. لو انت مش متاكده من الخميره بتاعتك هتغطيها، ممكن تعمليها في حاجه اصغر وتغطيها وتسيبيها تشوفي هتتفاعل ولا لا. متاكده من الخميره والنوع كويس يبقى تمام. معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره ملح، على مج ميه دافيه. ومعانا كيلو من الدقيق هنحط عليه معلقتين كبار رده. الرده دي بتبقى من عند العطار العلاف، فاهميني؟ يعني متوفره. نبتدي اهو بقى نعجن. بنزود ميه بالتدريج، كل ما بنحتاج بنزود ميه. انا في الاول حطيت مج، بعد كده قبل ما احط الدقيق، بعد ما دوبت الخميره حطيت مج ميه تاني، وده كده. وحطيت بعديها لما بعد ما حطيت الدقيق تالت مج. هو بالظبط بالظبط بتاخد معايا يعني 4 مجات وحبه، او هيبان دلوقتي معاكم في الفيديو. يعني هو دلوقتي اهو ده كده المج التالت اهو. بس زي ما قلت لكم بنحط الميه بالتدريج، علشان ايه؟ نشوفها يعني إيه كده العجينه لمت معانا ولا لا، ولا هتحتاج ميه تاني. حبه حبه بالتدريج اهو. شايفين؟ لا على فكره ده كده المج الرابع، معلش. وبرده يعني وانتوا معايا في الفيديو ده، ما انا هكتب لكم المقادير برده في الفيديو من تحت. ده كده المج الرابع، لان هي خدت معايا 4 مجات وحبه صغيره. يعني انا كمان هحط في المج ميه تاني، لان انا حسيت العجينه لسه ماسكه معايا شويه. بس هقول لكم حاجه، الميه مش مقياس، احنا معانا المقياس هو العجينه نفسها، ان هي تبقى معايا العجينه في ايدي كويسه. فاهميني؟ لان نوع الدقيق بيختلف، في دقيق بياخد ميه كتير، في دقيق مش بياخد ميه كتير. عشان كده بقول لكم الميه مش مقياس. انا هوريك بس العجينه هتبقى عامله ازاي. العجينه مش بتبقى قاسيه في ايدي، يعني بتبقى حلوه، بتبقى طريه بتلزق. فاهميني؟ اه. بس هو بيحب يتخدم حلو، يعني يتعجن حلو، علشان يطلع العيش حلو ويقب معاكي ويبقى جميل اهو. بصوا انا كده خلاص خلصت عجن. هجيب بقى رشه من الدقيق وهرش على الوش. هظبط بس الوش بيه، يعني هو ده لازم يتغطى وشه بالدقيق. في ناس بتغطيه بالزيت زي ما تحبي، بس انا بغطيه وشه بالدقيق. وهسيبه طبعا يخمر. مش هقدر اديكي وقت انه يخمر فيه، يعني انا مثلا قاعد حوالي ساعه ان الجو ابتدى يسقع، فانا مش هقدر اقول لك وقت ان هو خمر قد ايه. بصوا اهو، دي كده كانت الكوبايه الخامسه، ما خدتش غير ربعها، يعني هو خد مني 4 كوبايات دقيق وربع. بصوا كده بعد ما العجينه خمرت معايا زي ما بقول لكم، قعدت حوالي ساعه اهو. كنت غطيت وشها بكيس، وغطيتها طبعا بفوطه مطبخ، وسبتها. جبت بقى صينيه جنبي ورشيتها رده، وحاطه برضو جنبي طبق فيه دقيق بس هو مش باين. علشان ايه؟ عشان انا هحط قطعه العجينه اللي باخدها بحطها في الدقيق، عشان اقدر الفها بايدي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هي الصوره موضحه، يعني الفيديو موضح.
انا باخد حته عجينه احطها في الدقيق، وبايدي بصي الف بايدي، يعني بايدي اللي فوق بتلف وايدي اللي تحت، فاهميني؟ يا رب يكون يعني الفيديو واضح، انتوا شايفيني انا بعمله ازاي اهو. ميزه كمان بقى العيش ان احنا ايه عارفين اول ما هنقطعه، بس بنعرف طبعا اول رغيف قطعناه فين، لان اول ما بنقطع على طول بقى بنخلص تقطيع بنفرد على طول. بصوا انا في الوقت التقطيع ده ببقى مشغله الفرن، انا زي ما قلت لكم مش هحتاج للفرن والشوايه، بس انا ليه ببقى مشغله الفرن؟ عشان انا عاوزه الفرن تبقى تسخن، وبعد كده هشغل الفرن تسخن مثلا حوالي 10 دقايق واروح طافيه الفرن واشغل الشوايه، عشان انا هستخدم البوتاجاز من فوق والشوايه مع بعض. بس انا ليه قلت نشغل الفرن؟ عشان انا بس محتاجه ان الفرن تسخن شويه، عشان لما اجي ادخل فيها الرغيف تبقى بالفعل الفرن سخنه، مش بس الشوايه اللي شغاله، لا انا عاوزه كمان الفرن تبقى درجه حرارتها سخنه. بس يعني بصوا كيلو دقيق انا قطعته هيتقطع معايا على 7 ترغفه، 7 قطع اهو من العجين، يعني هيطلعوا لي 7 ترغفه. حلو جدا. دي اخر قطعه عجينه اهي، اخر رغيف معانا بيتقطع اهو. زي ما قلت لكم ما تسيبوهوش يخمر ولا اي حاجه، انتوا هتقطعوا وبعد كده تبتدوا على طول تشتغلوا اهو. شايفين انا ما سبتوش ولا حاجه. هنركن بقى الصينيه بتاعتنا على جنب، وعلى المفرش بتاعنا، مفرش على الرخامه نفسها ايا كان، بجيب حبه رده عليهم حبه دقيق صغيرين، بقلبهم على بعض، وابتدي بقى هو ده بقى ايه اللي بفرد عليه الرغيف بتاعي اهو. الاول نبطط عليه بايدي، وبعد كده بالفراده بنشابه ايا كان اللي عندك بنفرده اهو. بصي سمك الرغيف ده بقى حاجه ترجع لكم، انا بحب ارققه شويه، مش بحب قلبه يبقى تخين قوي، هو برده بيبقى فيه قلب بس انا مش عايزاه تخين قوي، عاوزاه مظبوط، بروح فرداه كويس بس اهو. وعلى فكره بيتحط معانا في الصينيه باسهل طريقه، يعني انت بتمسكي الرغيف من تحت بايديكي الاتنين بيترفع معانا بسهوله جدا على فكره، يعني الموضوع مش صعب. يعني بصوا ادي الصينيه اهي كده، انا حطيت الصينيه وولعت عليها عين البوتاجاز من فوق اهو، وحطيت فيها الرغيف. هوريكم بقى امتى نعرف ان الرغيف كده خلاص، طبعا كده ادي اهو البوتاجاز العين شغاله، والفرنه برضو من تحت، مش الفرنه بقى الشوايه برضو شغاله تمام اهو. انا بحاول اقرب لكم عشان اوريكم امتى نبتدي بقى، هناخده نحطه في يعني تحت الشوايه، بيبتدي يعمل فقاعات العجينه، شايفين الرغيف انتوا بتلاقوا بيبتدي يعمل فقاعات اهو، بيبتدي حتى بتلاقوا جناب الرغيف ابتدى لونها يغير، الجناب بتاعت الرغيف ابتدى لونها يغير، وبيبتدي ايه يعمل فقاعات بسيطة اهو. شايفين بصوا الفقاعات، بس انا بحاول اقرب عشان الفقاعات تبان لكم اكتر اهو. بيعمل بقى طبعا الفقاعات دي اهو، شايفين بصوا الفقاعات بتزيد ازاي، باخده بقى بعد كده على طول على الشواية بقى اهو. انا هجيبه لكم بصي بقى وهو بيعلى، بصي اول ما بيتحط تحت الشوايه هيبتدي يعلى، بس انا كنت بحط الكاميرا وارجعها ليه بقى؟ لان طبعا دي سخونيه وطالعه من الفرن، فاهميني؟ على الكاميرا بتاعت التليفون، فطبعا كنت بقربها بعدها، بس جيت بقى لما ابتدى يعلى خالص ابتديت بقى ايه ان اقرب الكاميرا عشان بس يبان لكم يبقى واضح. وصدقوني بامانه ربنا من اول رغيف لحد الرغيف السابع وكله قب، ما فيش رغيف واحد ما قبش. اعمليه بالطريقه دي ده كان اخر رغيف بالظبط. بصوا كله قابل بامانه، ما فيش رغيف ما قبش. بصوا جميل ازاي، حلو جدا، طعمه في منتهى الجمال، صدقوني جربوه مش هتندموا. اتمنى بقى اللي ما عملش لايك لحد دلوقتي يعمل، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى اكون فيديوهاتي بتعجبكم، وعاوزه تفاعل شويه على الفيديوهات معلش. ممكن نشير الفيديوهات بعد اذنكم طبعا. بصوا اهو، شايفين بصي بقى لما بقطع الرغيف، يعني بصوا قلبه، بصوا بيتفتح ازاي، يعني لو ينفع يتعمل سندوتشات للولاد في المدارس لو عاوزين ناكل بيه، يتعمل حواوشي، تعمل اي حاجه.